السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في دوت شاوي استوديو. النهاردة هنتكلم على ماشين تول. ماشين تول هي من أكتر الأدون اللي هتساعدك جدا 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 في بلندر، بالذات وأنت بتموديل، لأن هي حرفيا كل القوائم اللي موجودة على الجناب وموجودة في كل حتة بقت موجودة في أدون واحدة، وهنعرف كل ده دلوقتي. هو عامة أنت عشان تعمل هارد سيرفيس موديلنج تكون كويس فيه محتاج 3 حاجات: بوكس كاتر وهارد اوبس وماشين تول. هما التلاتة بيكملوا بعض، لان انت لما بتكون شغال بتلغي الاريا اللي تحت، بتجيب دي على الجنب خالص، تخلي القوائم كده، وبيبقى عندك الاريا كلها بتاعتك عشان تعرف تشوف وتعرف تركز. طب ازاي؟ يعني لو انا دلوقتي عوزت قوائم هعمل ايه؟ دلوقتي لو انا حددت الاوبجكت بتاعي ودوست على التاب هيدخلني جوه الايديت مود. تمام، هتلاقي كل حاجه بعملها موجوده هنا في السكرين كي. تاب هيوديني للايديت مود. تعالى كده نخش نعمل انستول لماشين تول. هنخش على edit preferences وهنختار من الادون ماشين تول. ننزل تحت هتلاقي مكتوب هنا جنرال وكي ماب. خلينا الاول في الجنرال. ننزل تحت في البارت بتاع النهارده او في الحلقه بتاعت النهارده هنتكلم على البي منيو. اغلبها هنحاول نلمهم كلهم، نفهم كل واحده الاختصارات بتاعتها ايه، بتعمل ايه، بتساعدني اعمل ايه، واحده واحده. اول حاجه هنفعلها، هنفعل ايه؟ كبر كده دي شويه عشان تبقى انت شايف. مودي باي دي اول واحده. تمام، انا دوست عليها كده تفعيل. تمام، هخش كده هجيب الكي بتاعها. بص، قبل ما افعلها مش هتلاقي هنا ولا كي، مش موجود اي حاجه. بعد ما افعل اول واحده من البي منيو هلاقيها ظهرت معايا الكي بتاعتها. خش هنا، هو بيقول لك الاختصار بتاعها تاب. اروح جاي حدد الاوبجكت بتاعي، ادوس تاب هلاقي ظهر لي القايمه ديت. ايه القايمه دي؟ هنا كده هيدخلني جوه الايت مود، ولكن هيسرع عليا الدنيا شويه. هيدخلني على الحاجه اللي انا عايزها على طول. يعني كده فيرتكس، ايدج، فيس، وكده هيدخلني جوه الايت مود العادي. فيرتكس، ايدج، ولو دوست فوق هيطلعني بره. مع الوقت انت اصلا من كتر ما انت بتستخدمها هتلاقي فيرتكس، هتلاقي نفسك بتعمل كده، بتروح هناك وتروح دايس كده وتروح نازل تحت وتروح دايس مع الوقت. فلما ادوس على تاب هتظهر لي القايمه ديت. طب وايه الحاجات اللي على الجنب دي؟ الحاجات اللي على الجنب دي كده هيدخلني جوه السكوبتنج على طول. تلاقي فجاه ادوات النحت كلها اتحطت تحت وبقت جاهزه معاك. تاب تاني كده هرجع تاني جوه الاوبجكت مود. فين الايديت؟ الايديت اول واحده. تمام، يبقى انا كده ايديت، فيرتكس، فيس، بينتنج اللي هو الون عليها لو انا بعمل انيميشن او حاجه وعايز احدد حته معينه. كل الحاجات دي بتاب هقدر اجيبها في ثواني. بس احنا في اغلب شغلنا يعني بيبقى احنا كده جوه بره. تمام، في اللاي اوت عايزين نخش جوه الايد مود كده فيرتكس على طول. عايز اخش على الايدج على طول. تمام تمام. في حاجه تانية عايز اقولها، ان بلندر بيتعامل مع نمبر 1 غير رقم 1. يعني رقم 1 اللي على ايدك الشمال غير نمبر 1 اللي على ايدك اليمين. نمبر 1 هو يعتبره كأنك عايز تحول الانجل، وهنا هيعتبره حاجة تانية، وهتعرف ده دلوقتي واحنا بنتكلم دلوقتي. هتعرف انا قصدي ايه. تمام تمام. كده عرفت ان انا لما ادوس على تاب هجيب القايمة ديت واقدر اخش من هنا على حاجات تانية. ولكن يعني مثلا هنا بره على طول، انا عن نفسي بقيت عشان استخدمتها كتير فأنا الموضوع بالنسبة لي على طول في ثواني. تمام. الحاجة التانية تخش على edit ماشين تول. كده احنا عرفنا اول واحدة في الباي منيو. هننزل تحت جنرال واديني على السيف منيو. لما اجي عايزين نشوف الاختصار بتاعها الاول. انا كده كده عارفه كنترول اس، ولكن عايز اوريهولك وتعرف انت كمان تجيبه منين. ده الجنرال، ده الكي ماب. كبر كده الكي ماب. هو دلوقتي انت بيقولك ان انت ضفت السيف باي، الاختصار بتاعها كنترول اس. تمام، هتدوس على كنترول اس وهتلاقي ظهر لك القائمه دي. القائمه دي يعني هي سهله جدا، سهله انت تعرفها كده. اوبن نيو لو انت عايز تعمل ملف جديد، سيف از لو انت شغال على ملف وعايز تحفظ، وهنا سيف. دي بدل ايه؟ بدل ما تخش هنا وتيجي يعني شايف كل الحاجات اللي هنا ديت هو جمعهم لك كنترول اس. الاول لما كنت بتدوس كنترول اس كان بيعمل لك حفظ عادي، دلوقتي لو انت دوست على كنترول اس هيظهر لك القائمه ديت. وعلى فكره مفيده جدا. طبعا كلنا عارفين الفرق بين البينتنج واللينك. البينتنج انت هتضيف حاجه ولكن مش تقدر تعدل عليها. اللينك هتضيف حاجه وتقدر تعدل عليها. تمام تمام. ودي لو انا عايز اعمل اكسبورت للاوبجكت بتاعي، بدل ما اجي هنا وادوس على سيف از او امبورت واكسبورت، هما الاثنين كنترول اس بقوا موجودين قدامي. بلاستيسيتي دوت هو برنامج بيعمل هارد سيرفيس موديلنج ولكن قوي جدا جدا جدا. يعني ممكن نبقى نتكلم عليه بعدين، ولكن هو ليه صيغه معينه بيه
اسمها بلاستيسيتي قويه جدا. والاف بي اكس والاو بي جي دول اشهر حاجتين ممكن انت تصدر بيهم. دلوقتي عرفت ان انت مش هتروح هنا وتقعد تدور على سيف از وكوبي، على طول كنترول اس في اي حته من الشاشه هيظهر لك القائمه دي وتقدر تودي على طول. طب موست دي هرجعك لاخر ملف انت كنت فاتحه، يعني اخر مشروع انت كنت فاتحه، لو دوست عليه كده هتلاقيه رجعني ايه المشروع. رجعني لاخر مشروع انا كنت عنده. تمام. تمام. بعد ما هو رجعك لاخر مشروع كنت عنده، ممكن تدوس كنترول اس وتدوس نيو، هيفتح لك ملف جديد تاني خالص كأنك لسه جايبه. والملف التاني اللي انت كنت فيه زي ما هو مش هيغير في الاعدادات بتاعته حاجه، حتى لو انت حافظه من باور سيف. تمام تمام. الحاجه التانيه كنترول اس، قلنا دي هيرجعك للي انت كنت عنده. واستخدم انكريمنت سيف لما بكون بعمل مشروع كبير وعايز اقسم المراحل بتاعته. يعني مثلا عملت البلوكينج في حاجه معينه في دماغي عايز اعملها، فبدوس فبسيف ملف جديد، وهو لما بيجي يسيف بيسيف لك الملفات بارقام، يعني هتلاقي مثلا 8 9 10 11 12 كل حاجه ورا بعضيها. فانت كل ما تعدل حته ممكن تعملها، عشان ممكن في الاخر خالص بعد ما تخلص الشكل بتاعك تلاقي حته معينه عايز تغيرها، فيبقى عندك الملف بتاعه على طول. دي القائمه التانية. نخش على القائمه التالتة، هدوس edit preferences machine tool، وهاجي عند general وهفعل الحاجة التانية من paint menu، ودي خاصة بالشيدنج عامة. يعني بدل ما اجي هنا واخش على الشيدنج تمام وابقى في القائمة ديت، لا، وانا في اللاي اوت الشيدنج كله بقى عندي. طب الاختصار بتاعها ايه؟ edit preferences، وهدوس على page up، هتلاقي نزلت تحت page up. تمام. page up و page down هتلاقيهم جنب بعض في الكيبورد من فوق، عليهم علامة السهمين كده كأنك بترجع فيديو او بتقدمه. فهدوس على page up. تعالى كده نشوف القائمة. بيج اب هتظهر لي القائمه ديت انا في الاغلب بفعلها لما باجي ادوس على الكيرف ولما باجي ادوس على الاوتلاين. الاوتلاين هو بيحوط لك المش بتاعك بكيرف خارجي، الشورت كي بتاعها كيو وفي. بص لو انت جيت شفت هنا بيج اب تاني، عشان احنا دلوقتي هنا دي الحاجات الاساسيه اللي هي الواير فريم، سوليد، ماتيريال، اوفرلاو. وهنا انا شايف الماتيريال وانا في السوليد، يعني اكني في الشيء، يعني هو حط لي الشيدنج في اللاي اوت في نفس الوقت. بس خلينا في السوليد هنا عادي. تعالى كده اتعرف عليهم واحده واحده، كل حاجه فيهم بتعمل ايه. اول حاجه الكيرف، لان انت بتشوفني لما باجي افتح بروح دايس هنا بدوس على كيرف على طول عشان ابقى شايف الكيرفات ظاهره قدامي. دلوقتي بيج اب واروح مختار الكيرف. والفي كيرف دي بقى عشان تعملها اصلا تخش على الاعدادات، عشان هتلاقي الكيرف كده حواليه هاله او في ضوء خفيف كده حواليه، دي هتلاقيها موجوده هنا. بتدوس على حرف الفي والكيرف العادي بتظهره بتفعله من هنا او لا. ولما ادوس على كيو هيعمل لي الاوت لاين. بص كده على الحته دي، لما اجي ادوس على كيو هتلاقي كده كأن في حاجه اتطفت، هنا في حاجه، يعني شايف الفرق في. بص ممكن نغير اللون عشان نشوفها اكتر، مثلا نخليه احمر. تمام. بص اهو هو حط لي لي اوت حوالين حوالين الاوبجكت بتاعي. في الاغلب خليها اسود عادي. تمام. وخليها موجوده، يعني هي بتدي هاله كده بسيطه ولكن مفيده، يعني بتوضح الرؤيه اكتر. نتعرف بقى على القائمه واحده واحده. بص شايف الحته دي بيخلي لك الواير فريم من غير ما تخش على الواير فريم. يعني هنا كده هنا شايف الواير فريم من غير ما اخش على الواير فريم. بوكس كاتر، ورحت نازل عملت كات هنا سبت. انا شايف الواير فريم قدامي من غير ما اخش على على الايديت مود. والحته دي بجدها كويسه جدا وانت شغال تبقى شايف الشغل بتاعك ماشي ازاي، انت بتعمل ايه فيه دلوقتي وهكذا. ايه تاني؟ بيج اب، دي الواير فريم. انا اظن كلها حاجات انت ممكن تكون عارفها، فاهم؟ كورسل، واير فريم بالجايد اللي ممكن تشيل الخطوط دي كلها ترجعها تاني عادي جدا. بص كل ما تستطيع التحكم فيه من هنا هتلاقيه موجود في البيج اب. ودي الماتيريال طبعا، فاهمني؟ في منات اللامينات تقدر تغير الماتيريال، بدل بقى ما تيجي تخش هنا بقى كده تختار تحدد الاوبجكت بتاعك، بقى كده تخش على الماتيريال بتاعته وتشوف انت على ايه، على الايفي ولا على، لا هنا بص تمام، تخش على مات كاب تختار اللي انت عايزه. كل الحاجات اللي موجوده هنا بقيت تقدر تجيبها من هنا بكل سهوله. عرفنا الاختصار بتاعها بيج اب، تظهر لي القايمه دي. الكيرفات افعلها واخلي الاوت
الاوت لاين شغال والواير فريم، لو انا شغال على حاجه كبيره وعايز اشوف الواير فريم خلي الجايد شغال. ومن هنا مات كاب اقدر اجيب اللي انا عايزه. خلينا في الاستوديو عامه، لو دوست فلات هتلاقي الشكل اتحول كله الابيض. فلات ده لو انت عايز تبص في شادو او في كسرات او في حاجه. تمام، خش على القائمه اللي بعد كده على طول، وهي هتبقى بيج داون. وهنشوف هي خاصه بايه دلوقتي. جنرال هنفعل من البينت القائمه اللي بعدها، ودي خاصه بالايه؟ بالفيوز. خش هنا نشوف الاختصار بتاعها. بيج داون. تعالى كده ندوس على بيج داون نشوف ايه اللي هيحصل. حط كيوب بيج داون. دي خاصة عارف انت الارقام اللي انت عايز تبص من هنا، ولكن يعني في الجزء ده، في الجزئية ديت انت ممكن تدوس على تلدة. بص تلدة في الموضوع ده، زرار تلدة هتلاقيه موجود تحت اخر زرار على ايدك الشمال، هتلاقيه علامة العصفورة كده. هتدوس على تلدة. انا هنا اقدر ابص على الشكل من فوق توب، ابص على الشكل من تحت، ابص على الشكل يمين، ابص على الشكل شمال. تمام، ده الفيو. انا شايف الاوبجكت بتاعي بكل حاجه. خليك على البرسبكتيف مش على الاورثوجرافيك، البرسبكتيف احسن. فده انا بجد دي يعني قمه في السهوله. تاب واقدر اغير على طول. تاب رايت توب بوتن. تمام، بص هنا بقى لو عايز اشوف من الزاويه باك. تمام، انت عندك كل الحاجات. وانا خد بالك انا في الاغلب في الشغل يعني ما بحبش اللي هو ايه اقعد اغير في الفيو بورد بتاعي، لا بتمشي بالارقام. يعني كده انت شايف من قدام كده، من ورا عايز اشوف من تحت اروح دايس كده. بيبقى الموضوع معاك اسرع والحاجه بتطلع معاك مظبوطه، بالذات لو انت بتعمل ميرور او بتعمل حاجه زي كده. تمام تمام. خش على اللي بعدها على طول. عرفنا بس ان البيج داون فيها ديت اللي هو تخليك تبص رايت، واحنا قلنا بنعملها من تلدا احسن. تمام، هي سمارت فيو. حط لك كاميرا على طول. يعني بص تعالى كده بقى نشوف الحته دي تاني. دلوقتي انا باصص هنا بيج داون سمارت، حط لي كاميرا مكان ما انا شايف. خلاص الموضوع خلص. طب لو انا شايف من هنا كده كده بيج داون كاميرا، هيغير لي الزاويه على طول. تمام، احنا ممكن نعملها في ليها اختصار، الاختصار بتاعها سهل جدا يعني، بس لازم يكون عندك كاميرا. يعني لو انت عندك كاميرا هنا محطوطه في اي حته ودوست كنترول الت زيرو هيحط لك كاميرا مكان ما انت شايف. كنترول الت زيرو هيوريك الكاميرا مكان ما انت شايف. ولكن دلوقتي الموضوع بقى اسهل تماما. اللي هو ازاي؟ حددت الاوبجكت بتاعي، حددت الزاويه، حددت كل حاجه. بيج داون سمارت كام. وممكن اغير على فكره الشورت كات دي. يعني ممكن اخلي بدل بيج اب بيج داون اخلي شورت كات بتوعي. اخش على edit مود، على edit، اخش على الكي واغير الكي زي ما انا عايز عادي. انا بس بشرح لك على الديفولت. نرجع للجنرال تاني، القيمه اللي بعدها انجل باي. وخد بالك يعني انا باجي ديت بقى هي اقوى واحده فيهم كلهم. يعني هي دي ممكن تكون اهم واحده فيهم كلهم، لان هي بتعمل حاجات صعب تعملها لوحدك، ودي بتتفعل جوه الايديت مود. يعني ايه جوه الايديت مود؟ تخش كده هنا جوه الايديت مود، هو الاختصار بتاعها عشان برضه تبقى انت شايفه اهو. بص كبر كبر كبر، احنا قلنا بيج اب وبيج داون. تمام، دي اللي هي ايه؟ الفيو. اللي هو بس انت قلت لك اعملها بتلد احسن. بيج داون بيج اب للماتيريال، بيج داون للفيو. هنا بقى دي اهم قطعه اللي هي الت ايه. دلوقتي انا عندي الفيرتكس دي حركتها كده تمام في اي حته، ولا هي بقت ماشيه مع دولت ولا بقت ماشيه مع دول ولا بقت ماشيه مع اي حد خالص. تمام، ورحت ماسك الفيرتكس وانا بص انا حددت الفيرتكس دي يعني الفيرتكس دي بالنسبه للفيرتكس دي دوست الت ايه ورحت دايس رايت، بقت ماشيه معاها بالظبط على المسطره. طب عايز ارجعهم تاني، رحت محدد الفيرتكس دي مع الفيرتكس دي الت ايه ورحت دايس ليفت، هتبقى زيها بالظبط. ولو انا عايز اتاكد ان هي ماشيه مع دي هروح دايس حدد الفيرتكس اللي انا عايزها مع الفيرتكس التانية، شوف هما الاتنين ماشيين مع بعض ولا لا. روح دايس هما كده، رجعت تاني مكانها من غير ما اعمل اي حاجه. والحته دي في منتهى القوه، انت بتحدد فيرتكس، تحدد فيرتكس تانية وتمشيها على قدها بالظبط. ازاي الكلام ده؟ تعالى كده بص، اكسترود ونصغر. صغرنا مثلا كده، جينا هنا بيفل مثلا كده. تمام تمام، ده كده نازل. هنحدد الفيس ده وانزل بيه تحت شويه.
تمام، تمام. هُم كده مش ماشيين مع بعض خالص، كلّهم مش ماشيين مع بعض. لو أنا عايز أعمل ده straight، يعني عايز أخلّي ده straight وده straight، هو تحت كده في انكسار أصلًا، يعني بُص في كسرة أهي وفوق في نازلة، أنا عايز أحدد ده وأعمل له إيه، هو كده up، ألاقيه اترفع لفوق، وأروح محدد الجنب التاني alt A up، ألاقيه اترفع معايا، كده اللي فوق ده مستقيم واللي تحت فيه الانكسار اللي أنا عايزه. والحتة دي أنا باجدها، يعني أنا في الأول ما كنتش باعرف أخلّي الvertex ماشية مع بعضيها مستقيمة كده، وباجدها طبعًا قوية جدًا لو أنا عملت cutter هنا مثلًا، وبعد كده عملت له apply، أنا عملت cutter هنا، بعد كده عملت له apply، دخلت جوه الedit mode، والcutter دوّة بعد ما عملته أنا عايز إيه، عارف أنت اللي هو عايز ألغيه، بس عملت smart apply، فمثلًا أروح محدد كده vertex، يعني أنا حددت ال4 vertex اللي جوه بالنسبة للvertex دي، وهابُص عليهم من زاوية بحيث إن هُم إيه، وهاقول له alt A روح right done يا باشا، وهارفع دول هنا وخلص الكلام، فاهمني؟ فحرفيًا إن أنت تقرّب vertex من vertex مع alt A وتروح مودّيها، يعني في منتهى القوة، وهتعرف القيمة دي لمّا أنت تبقى شغّال، وتلاقي نفْسك عمّال تقرّب الvertex من بعض، عملت boolean عايز تلغيه، أو عملت apply لboolean فلقيت الtopology بايظة فتصلّحها بسرعة. والقايمة اللي بعد كده أنا باجدها من أقوى الحاجات اللي بتخلّيك تتحكّم في كل حاجة، وهي تعالَ بس كده قبل ما نشغّلها، أنت لو دوست على shift S في بلندر اللي عندك هيجيب لك الشكل دوّة، الشكل دوّة هو يعني أنا باجده غريب جدًا فاهمني، هو أصلًا 2 و3 هُم واحد، و7 و8 هُم واحد فاهمني، أنت لو اقعد كده جرّب فيهم وهتفهم أنا قصدي إيه. فهو كده كتير وممكن تتوه ما بينهم تمام، وبُص بقى machine tool عملت إيه، أمّا تيجي تخش هنا machine tool general ومفعّل اللي بعد كده cursor، والاختصار بتاعها shift S برضه زي بلندر العادي، ولكن بُص القايمة بسيطة جدًا وبتعمل كل حاجة حرفيًا، يعني إيه عندك to origin to select، وكل شغلها إن هي بتتحكم في الcursor ديّة، والcursor ديّة وأنت بتموديل هي يعتبر أهم يعني جزء مهم جدًا تركّز عليه الcursor فين وأنت بتلف حوالين إيه، دي مهمة جدًا، فأنت عندك to origin وto select، يعني إيه الكلام ده؟ يعني دلوقتي لو أنا عايز أغيّر مكان الcursor بتاعتي ودايس على shift ودوست على كليك يمين في أي حتة، هاقدر أغيّرها في الحتة اللي أنا إيه، اللي أنا عايزها تمام، طب عايز أرجّعها تاني shift S to origin على طول رجعت مكانها تمام، طب أنا دلوقتي جيت عندي في cube، حرّكت الcube بتاعي هنا، عايز أخلّي الcursor بتاعتي تيجي هنا، أروح محدد to select راحت خلاص، عايز أرجّعها تاني to origin، كده to select كده to origin تمام، تمام، بتبدّل ما بينهم. إيه تاني؟ تعالَ نكمّل بقى shift S، عندك الorigin بتاعة يعني شايف الحتّة دي لمّا أنت كنت بتعوز تحط إيه origin to geometry، تروح داخل هنا كده على object set وتقعد تتحكم في دول، لأ خالص ولا أي حاجة من الكلام ده، دلوقتي لو أنت جيت هنا دخلت جوه الedit mode حددت أي vertex هنا، رُحت دايس shift S، ورُحت دايس to إيه to vert، هو عارف إن أنت عايز توديها ناحية الvert، طب لو أنت غيّرت اخترت مثلًا edge ورُحت دايس shift S هيقول لك to إيه to edge، طب لو غيّرت وخليتها face هيقول لك to face، هو خلاص جمّع. يعني مكان ما أنت مجمّع هو هيحطها معاك، أنت مثلًا حطيت شُفت الvertex اللي هناك دي to vertex على طول تمام، فالموضوع معاك بقى أسرع من الأول بكتير جدًا، ولو عايز أحرّك object للcursor الموضوع سهل جدًا، مثلًا لو أنا جبت cube هنا حرّكته هنا، عايز أودّيه للcursor ديّة shift S وأقول له روح to إيه to cursor هالاقيه راح على طول في المكان اللي أنا محدده بالضبط. إيه الفرق ما بين to cursor وto offset هافهّمك دلوقتي، تعالَ كده بس نمسح السين ده. هنجيب كيوب، دلوقتي أنا عندي object أهو shift دي shift دي shift دي shift دي حركته إيه كذا مرة، حلو الكلام، حطيت الكرسر مثلا هنا، لو أنا جيت حددت دولت وقلت له shift S to offset هلاقيهم كلهم اتحركوا ناحية الإيه بنفس ترتيبهم، يعني هما بص هما اتحركوا من هنا لهنا بنفس إيه بنفس ترتيبهم، يعني الشكل بتاعهم ما اتغيرش تمام، شايف أنت شايف الزاوية ديّة أو المسافة ديّة shift S to offset هتلاقيهم راحوا زي إيه، زي ما هُم بس عند الcursor بتاعتي. طب لو حطيتهم كلّهم to cursor هالاقيهم كلّهم دخلوا جوّه بعض وبقوا كلّهم في حتّة واحدة، اللي هو شوف كده لو أنت قعدت تتحرك دوّة G فاهمني، كلّهم اتحطّوا إيه، اتجمّعوا كلّهم جوّه الcursor، عرفت الفرق ما بين to cursor وto offset، اللي هو بيحرك لك الشكل كلّه عند الcursor ولكن بنفس المحاذاة بتاعتهم، والتانية هيضغطهم لك كلّهم في حتّة واحدة.
تمام. شيفت اس تو اوريجن، خلي الكرسر على طول هنا. ومع الوقت لما ايدك تاخد على دولت تفهم قد ايه هم مهمين. وعندك الجيومتري بقى دي، يعني هنا في نقطه كده هتلاقيها ظهرت، في نقطه زرقاء هتلاقيها ظهرت، نقطه زرقاء دي اسمها الجيومتري اللي انت بتلف حواليها. يعني انت مثلا لو حددت الجيومتري دي في اخر الموديل وجيت حركت باقي الموديل هتلف حوالين الجيومتري دي. اقدر احرك الجيومتري دي ازاي؟ جيت هنا دخلت الجيومتري كده في المنتصف بالظبط، في منتصف الاوبجكت بتاعي، حددت الفيرتكس ديت ورحت لاقي الشيفت اس، هتلاقيه لوحده بيقول لك عايز تحط، يعني شايف هنا اوبجكت اوريجين، انت من تحت هنا بتتحكم في الاوريجين، هنا بتتحكم في الكرسور. وديت هنا وقال لك ايه اوبجكت ايه تو فيرتكس. كده كل حاجه تعملها هيبقى هي دي الحته المسؤوله عنها. طب لو انا محدد دلوقتي مثلا ايدج، شيفت اس ورحت دخلت عند الاوريجين هيقول لك ايه تو ايدج. هو بقى خلاص مجمع انت عايز تعمل ايه، حددت الفيس دوت، رحت لاقي الشيفت اس هيحطها لك في منتصف الفيس بالظبط. تمام. انت كده عرفت ازاي تحرك ازاي تحرك، نحدد كله ونمسح. عرفت ازاي تحرك ناحيه الاوريجن وازاي توديها لسلكت، والفرق بين اوفست وكرسل، والجيومتري دي بتتحكم فيها ازاي، يعني انت بتحط الجيومتري بتاعتك ازاي. الاول كنت بتخش هنا مع كل اوبجكت عندك بتخش هنا تقعد تحدد ايه set origin to geometry set origin to geometry set origin to 3D cursor. لا دلوقتي الموضوع بقى ايه، بقى اسهل من كده بكتير. يعني مثلا دخلت هنا وحطيت اللي هو ايه الاوريجن هنا، تمام، وعايز ارجعها تاني للكرسر، اروح دايس هنا، اروح دايس ايه تو كرسر، هو دي اصلا اساسيه، على طول راجع تاني مكانها. الحته ديت يعني شيفت اس دي لو انت اتعاملت معاها كتير هتفهم قد ايه هي بتسرع عليك الشغل، بتسهل عليك الدنيا. يعني ماشين تول بجد، وانت بتصنع اي روبوت الموضوع بيبقى سهل جدا. تمام. ولو في حاجه تانية انا ما قلتهاش او انت لاحظتها اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك، انا برد على كل الناس عامه. لو كتبت لي اي حاجه مثلا حصلت معاك وانت بتستخدم المفاتيح ديت قول لي. حاجه مش فاهمها، حاجه عايزني اعيدها لك، عادي ابعت لي على الفيس او ابعت لي على الانستجرام، انا برد على اغلب الناس عامه. الجزء اللي بعد كده edit preferences. وعلى فكره في ماشين تول انا مش بستخدم كل الحاجات دي، يعني اخر حاجتين دولت انا عمري ما استخدمتهم اصلا. عندك transfer origin، تعال نشرحها واحده واحده كده بسرعه. بص زي ما قلنا برضو الشورت كي كلها موجوده ايه، موجوده معاك هنا. يعني احنا اخر حاجه قلناها بتاعت الكرسر اللي هي شيفت اس، هيظهر لك القائمه بتاعت الكرسر تتحكم فيها، وعلى فكره دي من اسهل القائمات واسرعهم يعني. وبعد كده عندك ايه ترانسفورم. وعايزك اول حاجه تعملها في الترانسفورم هي انك تغير الشورت كي بتاعها، لان هي هتلاقيها شيفت بوتوم مش هتعرف تجيبها او هيبقى استخدامها صعب قوي يعني. فلما انت تيجي تدوس هنا كده، هو قال لي ليفت ماوس لان انا قلت له انا عايز الزرار ده، تيجي تدوس هتلاقيها بقت لونها ازرق، هتدوس شيفت كنترول اي، خليها شيفت كنترول اي. وترانسفورم هي اصلا مسؤوله، عارف انت لما كنت بتيجي مثلا تحول اللي هو انت عايز، هم دول لوكيشن نورمال فيو، او في حاجتين ان احنا بنبدل بينهم كتير جدا اللي هما هنا individual وميديال بوينت. تمام. هتدوس شيفت كنترول A يظهر لك القايمه دي اللي هي تو كيرسل، ودي اصلا مش هتستخدمها كتير يعني فاهم. هو انت عرفت تحط الكيرسل بتاعتك فين وعرفت الزاويه بتاعتها، هو ممكن الاتنين دولت individual وميديال بوينت، انا عامه ما بستخدمهاش كتير، ولكن انت برضو شفت القايمه عرفت بتتعمل ازاي. ممكن تبدل ما بين دول يعني فاهم، لوكيشن individual على حسب انت عايز تلف حوالين ايه او عايز تحرك حوالين ايه. ودي مش اسهل طريقه يعني. الحاجه اللي بعديها جنرال، ننزل تحت كده شويه، عندك ايه سنابنج ده المغناطيس، اللي هو المغناطيس هتلاقي اصلا العلامه بتاعته موجوده هنا. ولكن هو المغناطيس بستخدمه بس هو موجود في بوكس كاتر وموجود في هارد دوبس، فهو قدامك يعني مش محتاج له قايمه من ماشين تول. واخر قائمه موجوده معانا او قبل الاخيره اللي هي كوليكشن، هتلاقي بيزك جدا فاهمني، فاكر الاختصار بتاعها كان شيفت سي. هتلاقي القائمه ديت اللي هي هنا هيحدد لي كل، يعني مثلا عندي هنا شيفت دي شيفت دي شيفت دي كل دولت في كوليكشن واحده فوق اهي، اللي هو عندي كوليكشن واحده. لو انا جيت دوست شيفت سي هقول له سي كوليكشن هيحدد لي كل العناصر في الكوليكشن. ودي سهله جدا، ممكن اجي على الكوليكشن من هنا اروح دايس ايه تحديد كل اللي في الكوليكشن هنا، وهقول له ايه سيلكت اوبجكت يحدد لي كل اللي فيها. تمام. مثلا خدت دول كلهم ودوست ام عملتهم نيو كوليكشن هي 2 مثلا، دوست كرييت.
جيت هنا دوست كليك شمال ودوست إيه select، هيحدد لي كل اللي جوه، ولكن هنا shift C وأقول له التانية هيحدد لي كل حاجة. لو عندي قطر عايز أحدد ما بينهم على طول أحدد ما بينهم. هنا create بدل ما أدوس M أدوس هنا create على طول. شايفها بيزك جدا، وكل الحاجات المهمة يعتبر أنا غطيتها لك. فممكن نشيل الكوليكشن دي لأني ما بستخدمهاش، وممكن نشيل السنابنج ما بستخدمهاش برضو، والترانسفور مش قوي. هي الكرسل دي مهمة جدا، ويعني كل اللي فوق دولت مهمين، واللي تحت دولت مش كتير يعني. تمام. وزي ما قلت لك برضو الشورت كي هنا تقدر تغير براحتك وتعدل كل اللي انت عايزه. في البارت الجاي بقى هنتكلم على السمارت فيرتكس، سمارت ايدج، هنتكلم على الحاجات دي لان برضو فيها شويه حاجات تريكات كده بتستخدمها وانت بتموديل. النهارده كانت جرعه دسمه شويه عارف، ولكن انت بس هتشوفها مره واحده ومع الوقت هتبقى في دماغك وانت شغال. كل ما تستعيد المعلومه هتلاقي الموضوع معاك بقى اسهل. وانا عن نفسي يعني لما كنت بدور زمان، لما كنت بتعلم ما كنتش بلاقي حد بيتكلم في الهارد سيرفيس عربي او مصري او سعودي، مش قوي. هما كانوا بيتكلموا على بلندر ولكن بيزك من الاول. طب ماشي، انا اتعلمت، عايز اشتغل بقى زي المحترفين. ف يعني حتى دلوقتي برضو لما باجي ادور على حد عربي بيتكلم في الهارد سيرفيس موديلنج تقريبا ما بلاقيش. يعني عايز اعمل حاجه ما حدش، او هي موجوده بس موجوده بالانجليزي او موجوده بالهندي او موجوده بالروسي. لان الروس على فكره اشطر ناس في الهارد سيرفيس موديلنج، الروس والاجانب والهنود شويه. يعني لو جيت شفت الالعاب ممكن نبقى نتكلم بقى الفتره الجايه عن الالعاب ونخش في تفاصيل اكتر. يعني اللعبه دي مين اشتغل فيها، مين عملها. انا اصلا متابع الحاجات دي، ما بحبش الكوره ولكن بحب المتابع. عارف انت هذا جوي. فشكرا لكم، شكرا لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.